الصور هنا من ساحة جامع الفنا، القلب النابض للمدينة الحمراء، والتي تعيش أجواء السنة الهجرية الجديدة، حيث اختار العديد من المواطنين هذه الوجهة السياحية من أجل توديع سنة واستقبال أخرى، لا سيما وأن حلول هذه المناسبة اقترن بالعطلة. ومراكش مدينة سياحية جميلة، احنا راس العام كثير باش ندوزو هنا العيد، لان مدينه مراكش مدينه زوينه، وهذه المناسبه كنتمنوا سنه هجريه لجميع المسلمين والمسلمات. قد تختلف العادات والتقاليد المرتبطة بهذه المناسبة، لكنها تلتئم في شيء واحد، والمحافظة على الطقوس المغربية الأصيلة، والتي تتمثل أساسا في زيارة الأهل والأحباب وتبادل التهاني بحلول السنة الهجرية الجديدة. مدينة مراكش كتعتبر من ضمن المدن اللي مازال كتحافظ على العادات والطقوس في مناسبات بحال هكا، وحنا العادات تاعتنا ملي كانت مولانا الله يرحمها مازال حيه كتجمع العائله كلها من الكبير للصغير، بما فيها الجدود الخوال العمام وكل شيء، وكنديروا نهار فيه الحنه، وكنديروا الغداء اللوز والصينيه وكل شيء يتجمع، والوليدات لابسين حويجات والزي المغربي وكل شيء كيفرح وكل شيء كيتبهج، وكندوزوا نهار عائلي مزيان. استقبال السنة الهجرية الجديدة هي مناسبة يحتفي بها المغاربة والمسلمون في مختلف بقاع العالم، نظرا لما تحمله من دلالات دينية وإنسانية تكرم السلم والسلام والتعايش بين الشعوب.